هقول لك جملة لو فهمتها حياتك مش هتبقى زي الأول. في مكان في مصر لو فتحوه التاريخ هيبدأ من جديد. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. من زمان كان في سؤال محير علماء الآثار: فين توابيت ومومياوات ملوك الأسر القديمة والوسطى؟ وادي الملوك في الأقصر في مقابر الدولة الحديثة، لكن الملوك اللي قبلهم اختفوا تماماً لحد يوم 5 يوليو عام 2016 لما الدكتور وسيم السيسي أعلن في مقال مثير إن في مكان جديد اسمه وادي الملوك الأول. القصة بدأت لما عمرو عامل في الرخام لقى منطقة بين الصف وأطفيح مليانة بلوكات رخام تريستا وزنها بين 20 و40 طن، والرخام ده بالذات بيمنع الحرارة والرطوبة والبكتيريا، يعني معمول علشان يحمي حاجة مش مجرد ديكور. عمرو حفر ولقى تحت الرخام طبقات غريبة: حصى وبازلت وحجر جيري نقي وبعدهم فراغ ضخم. الدكتور وسيم وقتها قال إن ده ممكن يكون مكان مقابر الملوك الأوائل أو حتى مخازن علوم وأسرار قديمة. 7 سنين محدش اتكلم، وبعدها انتشرت مكالمة غريبة لشخص بيقول إنه لقى 4 توابيت ل4 أنبياء وجثثهم سليمة وزئبق أحمر وأعمدة نازلة لأدوار تحت الأرض. الجهات الرسمية نفت، علماء كبار أكدوا إن مفيش توابيت أنبياء، لكن في نفس الوقت المكان ما اتفتحش ومحدش عارف الحقيقة. فهل تحت الصف وأطفيح فعلا موجود وادي ملوك تاني؟ ولا الموضوع كله صدفة وحكايات اتجمعت؟ المؤكد الوحيد إن في مصر أماكن لسه بتخبي أسرار لو اتكشفت التاريخ هيبدأ من جديد.